السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا بقى قشطة المولد النبوي. قشطة بطريقة سهلة باتنين مكون بس، طريقة بسيطة، مكونات كلها من البيت. معانا هنا كوباية من السكر، معانا هنا عسل كلوكوز، نص كوباية من المية بنفس المعيار اللي عايرنا بيه السكر، اقل من نص بشوية، مش نص بالظبط يعني. هنحط معلقتين من الجلوكوز، عسل الجلوكوز، 2 معلقة من ماء الورد، عصرة من الليمونة بقى، هناخد عصرة بسيطة من الليمونة. هنحط بقى معلقتين من عسل الجلوكوز ونضيف كل المكونات اللي حطيناها مع بعضها دي على النار لحد ما تغلي وتدي القوام المظبوط بقى. هنشوف تاني مكون ايه بعدها. دي معلقتين اهي من عسل الجلوكوز. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها قبل ما نرفعها على النار، وبعد كده هنسيبها تستوي بقى السوى المظبوط لحد ما تدي القوام اللي احنا عايزين. دي شكلها بقى وهي بتغلي هي على النار اهيت. طبعا هي لسه في اول مراحل السوى بتاعتها، لسه كده بتدي السرسوب السائل دوت، نعرف ان هي لسه ما استوتش. هنحط بقى معلقه من بيكربونات الصوديوم عليها، هي كده وصلت للسوى المظبوط اللي احنا عايزينه. وبعد كده هننزلها من على النار ونشوف المكون التاني اللي هنحطه للقشطه، لان هم عباره عن مكونين اتنين، العسل اللي احنا عملناه مع بعض على النار دوت، والمكون التاني اللي هيتحط. ودي طريقه القشطه، اسهل حاجه في حلويات المولد النبوي الشريف هي القشطه بالشكل اللي انت شايفاه كده. كده اول مرحله خلصت. تاني مرحله هيت معانا جيلاتين، 2 معلقه كبار جدا من الجيلاتين، معلقتين، وهندوب عليهم نص كوبايه من الميه، وهنركنهم كده ونجيب بقى اللي احنا عملناه ونضربهم كلهم بالمضرب الكهربائي علشان يدوا القوام المظبوط للقشطة. هنا بقى جبنا صينية او القالب اللي احنا هنحط فيه القشطة بتاعتنا، هننزل عليه كمية حلوة كده من جوز الهند. احنا لسه منزلين العسل اللي هو من على النار، هننزل معلقتين الجيلاتين اللي احنا دوبناهم في قلب المية، ونضرب ده كله بالمضرب الكهربائي لحد ما يدي القوام بتاع القشطة المظبوط زي ما انتي هتشوفي معايا دلوقتي. اللي لسه شايف الفيديو هنا ومشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل اشعار جديد مننا. واللي متابعنا ومنورنا منساش اللايك والشير للفيديو علشان يدعم القناة، لان اللايكات بتاعتكم هي اللي بتدعم القناة، وكمان التعليقات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها بتقوينا وتخلينا نعمل كل حاجة جديدة عندنا. ده شكل القوام بتاعها، بس لسه ما تقلش. كل ما تضربي فيها بالمضرب بس بسرعة علشان كل ما تضرب هتتماسك مع الاناء اللي انت حطاه فيه. هي كده شكلها هو خلاص قربت تتماسك. هننزلها في القالب بتاعها بقى ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اسهل حاجة في عمايل حلويات المولد النبوي الشريف هي القشطة. بتعمل مكونين اتنين بس بطريقة سهلة وبطريقة سلسة، ومكونات كلها بسيطة غير مكلفة. كل حاجة موجودة في البيت عندك متاحة تعمليها بأبسط الطرق، وغير ما تدفعي فلوس كتيرة في حاجات من بره. انت تقدري تعملي حاجتك في البيت وربنا يحسن ما بين ايديكي. لازم تبلي المعلقة السيليكون بتاعتك دي قبل ما تنزلي الكمية بتاعتك من الإناء اللي موجود فيه القشطة، لأن بتعمليها بالزيت عشان بتبقى لازقة. وبعد كده برضه هتنزليها في الصينية بتاعتها أو في المربع اللي انت عاملاه لها، وتضغطي عليها كده برضه بحبة من الزيت. في ناس بتحط لها زبيب أو فاكهة من المسكرة ديت، أنا حبيت أعمل الاتنين. قسمت الصينية بتاعتي كده نصين، حطيت جنب من الزبيب وجنب من الفاكهة المسكرة عشان الأطفال اللي بيحبوا ياكلوا ده ياكل ده، وكل واحد ياكل الحاجة اللي هو بيحبها وربنا يحسن ما بين ايديك. طبعا بتسيبي
الحاجة بتاعتك تبرد خالص، ولحد ما تبرد بقى بتجيبي سكينة برضو من عصا زيت وبتقطعيها، بتقلبيها بالشكل اللي انت شايفاه دوت. تخرجيها بقى من الكيسة بتاع التلاجة او ورق الزبدة، وبتبتدي تقطعيها بسكينة وانتي عاملاها بالزيت، علشان طبعا كل حاجات المولد النبوي بتلزق، لان المكونات كلها من السكر فبتلزق معاك. تقطعها بقى القطع اللي انتي عايزاها بالشكل اللي انتي حباه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنة وانتم طيبين ودايما منورنا ومشرفينا. وما تنسوش اللايكات والشير للفيديو علشان تدعموا الفيديو باللايكات بتاعتكم. وربنا يصلح حال الناس بحالها، ويوفق كل واحد في طريقه وكل واحد في حياته، وربنا يصلح لنا حال الدنيا كده، ويحبب الناس كلها ببعضها زي الأول. ده شكل بقى الفيديو بتاعنا، شكل القشطة الجميلة بتاعة المولد النبوي الشريف. شوفي بقى مطتها ازاي، طعمها جميل جدا والله، أحلى من اللي انت بتجيبيها من بره بكتير، طعم وشكل وحلاوة. وده كان شكل الفيديو بتاعنا، قشطة المولد النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.